اترك هذا الشخص مهما كان قربه منك. من يعيش معك ليكتشف وكل يوم ينقب عن عيوبك اتركه. من يعيش معك ليمسك أخطائك اتركه. من يعيش معك ليستفزك ويسجل استفزازك اتركه. من يسجل في لحظات غضبك ولحظات رخائك زلات لسانك اتركه. من يسجل مواقف الضعف والتقصير اللي منك اللي غير إرادية اتركه. هذول ناس بيستهلكوك. هذول ناس كل مهمتهم انهم كل يوم يبينوك سلبي، كل يوم يكتشفوا لك خطأ، كل يوم يعملوك شماعة لتعليق أخطائهم، كل يوم تكون أنت عبارة عن المبرر لأخطائهم هم وأنت مش حاس. فبيشيلوا هذول الأخطاء اللي عندهم بيسندوها إلك. فعليك ترك هؤلاء الأشخاص مهما بلغت درجة القرب منهم. فهم أناس يرجعوك إلى الوراء، يجعلونك إنسان جلاد لنفسك، مستحقر لنفسك، فقط تستقبل تهكمات الناس عليك وكأنك مش من البشر الخطاؤون اللي هي أول صفة رب العالمين وافقنا ووضعها بنا أننا خطاؤون وخير الخطاؤون المستغفرون. فكن مع الله وكن مع نفسك وكن معتز بنفسك إذا لم تخطئ أو لم تخطط في حياتك أن تكون سلبيا عمدا على الناس صراحة.